وصلت لمرحلة الأبواب في تشطيب شقتك أو عايز تجدد الأبواب بتاعتك ومحتار بين أشكال وألوان واختيارات أبواب الكتيرة ومش عارف تعمل أنهي باب ولا أنهي باب اللي هيبقى كويس، وخايف من الصناعية أو من شركات الأبواب ومش عارف هو إيه النوع الأنسب لك، وبتسمع باب جاهز، باب PVC، باب خشب طبيعي. كل ده وأكتر هنشرحه في الفيديو بتاع النهاردة. اتفرج على الفيديو ده للآخر عشان تعرف تختار أبواب شقتك، وكمان عشان تعرف تستلم من الصنايعي بند الأبواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل وأحسن حال. معاكم المهندس إسلام، وانت هنا بتتفرج على سلسلة بنود التشطيبات. الفيديو بتاعنا النهاردة بنتكلم فيه عن بند تركيب الأبواب، والبند ده من البنود المهمة اللي هتظهر شكل وشياكة الشقة بتاعتنا. زي ما بيقولوا كده، البيت بيبان من بابه. فهنبدأ كلامنا طبعا أول حاجة من أول باب الشقة، وبعد كده الأبواب الداخلية. اختياراتنا في باب الشقة بتكون يا إما باب مصفح يا إما بتكون باب خشب. فهنقول إن الباب المصفح بيبقى فيه نوعين من الأبواب: الباب المصفح الصيني زي الصور دي، والباب المصفح التركي. واحنا في الحقيقة ما بنرشحش الباب المصفح الصيني نهائي، وده لأن هو الإكسسوارات بتاعته وكل حاجة فيه الصيانة بتاعته بتكون صعبة، وحتى الأشكال بتاعته بتكون محدودة وما بيبقاش أحسن حاجة. فبالتالي بنخلينا في الباب، لو هنركب باب مصفح، بالباب المصفح التركي، وده فيه منه أشكال كتيرة تناسب الستايل اللي احنا مختارينه، سواء ستايل كلاسيك او مودرن، وزي الصور اللي احنا شايفينها دي. واحنا في الحقيقه بنفضل ان احنا دايما نركب باب مصفح بدل حتى الباب الخشب، لان هو نسبه الامان فيه عاليه، ولو ركبنا باب خشب وقدامه باب حديد الشكل بصراحه ما بيبقاش احسن حاجه. فبالتالي بنلجأ دايما ولزياده الامان في الباب المصفح. هنقول حاجات بسيطه تساعدك في اختيار الباب المصفح بتاعك. اول حاجه ان احنا نجيب الباب المصفح بتاعنا 4 كالون. بيكون الكالون الرئيسي وبيبقى فوقه كالونين، وجنب الكالون الرئيسي من الناحية التانية كالون للأمان. ليه؟ عشان لو احنا فتحنا للدليفري ما بيفتحش فتحة كاملة. فمن المهم يكون 4 كالون. ومهم كمان احنا نتأكد ان المفاتيح والكوالين نوعية كويسة من النوعيات اللي موجودة في الأبواب المصفحة، زي النوعية بتاعة هوك. دي بتبقى نوعية كويسة وصيانتها سهلة. ومن الحاجات برضو المهمة في اختيار الباب المصفح، وده هنلاحظ فيه تفاوت في السعر كتير، ان الباب المصفح السمك بتاعه يكون 11 سنتي، لان في تجار كتيرة بيبيعوا الباب المصفح على اللي هو 10 سنتي، بتلاقيه ان هو ارخص. وده بتعرفه لما بتيجي تقيس سمك الباب بتاعك. ودايما ال 11 سنتي ده بيساعدنا ان هو يقفل على الشفة بتاعة الباب أو اللسان بتاع الباب، فبالتالي بيخليه صعب إن حد يفتحه أو يقتحم الباب. ودلوقتي هنتكلم على الأبواب الخشبية، سواء في اختيار باب الشقة أو الأبواب الداخلية. أشهر أنواع الأخشاب اللي بنستخدمها دايما في الأبواب اللي هي الخشب السويدي أو اللي بيتقال عليه الموسكي، وده لونه بيكون مبيض شوية زي الصور اللي احنا شايفينها دي كده. وده بيخلينا ننوع في الدهانات، سواء بقى من الفاتح للغامق زي ما احنا محتاجين، وبنستخدمه اكتر في الاوض. وفي نوع برضو معروف جدا الخشب الارو، ده بيكون اغمق شوية وده بيمتاز بالقوة والمتانة. وطبعا في انواع تانية زي الخشب العزيزي او الارو مسيف، بس الحاجات دي بتكون مكلفة جدا. والاخشاب دي بنستخدمها دايما في ابواب الشقق او الفلل، وخصوصا لو عرض الباب بتاعي مقاسه كبير، يعني مثلا 1.20 متر، 1.5 متر او اكتر من كده. ده بيدي فخامة وشياكة جدا للمدخل بتاعي. طيب هنقول دلوقتي المميزات ان انا اعمل باب الشقة او الابواب الداخلية بتاعتي خشب طبيعي. اول حاجة وهي ان انا هكون عارف النوع بتاع الخشب بتاعي اللي انا بستخدمه، سواء هختار حاجة اقتصادية او حاجة غالية شوية، وده طبعا على حسب الميزانية بتاعتي. والنقطة التانية وهي نقطة برضو مهمة جدا، وهي ان انت بتفصل او هتفصل المقاس على الاحتياج بتاعك، لان احيانا بتقابلنا ابواب الحمامات بتاعة الضيوف بتكون المساحة
بتاعتها صغيرة، فده مش هينفع نعمل فيها اي حاجة غير الباب الخشب الطبيعي واللي انا بفصل فيه المساحة بتاعتي. او مثلا ببقى عايز اعمل باب جرار فبستخدم برضو حاجة انا بفصلها بمزاجي. ومن اهم المميزات وهي سهولة الصيانة والتجديد، لو انا حابب اغير مثلا اللون بعد كده او اي حاجة في الباب باظت، فالباب الخشب الطبيعي بيبقى الموضوع الصيانة فيه سهل جدا. طيب دلوقتي هنتكلم على العيوب بتاعة الابواب الخشب. الخشب الطبيعي زيه زي اي حاجة طبيعية موجودة حوالينا، بتتأثر بالحرارة، بالرطوبة والتسوس او التعفن. وبيتأثر بالحرارة ان هو ممكن يتمدد مثلا في الشتاء، ويخلي دايما ان انا وانا بقفل الباب او بفتحه بحس ان هو ما بيفتحش بسهوله. والرطوبه طبعا ده لو في الحمام برضو ممكن الاقيه في نفس الوقت اتشرب ميه، فبرضو ممكن الخشب يبوظ او يحصل له اي حاجه. ونفس الكلام لو في سوس وصل للخشب او اي حشرات، برضو ده بيخلي الباب بتاعي يبوظ. تاني حاجه من العيوب، ودي اهم حاجه او مشكله بتقابلنا في الباب الخشب، وهي الدهانات. لما بنيجي ندهن الباب الخشب بتقابلنا في الابواب تشققات او التجزيعه بتاعه الخشب، وهي بتكون اغمق شويه. فالاستورجي مثلا او اللي هو الصنايعي اللي بيدهن الباب لو ما كانتش ايده كويسه، ممكن تلاقي بعد ما بيشطب الابواب ممكن تحس كل جزء درجه مختلفه عن الباقي. فعشان تشطيب الباب يطلع كويس لازم اجيب صنايعي استورجي كويس جدا وما استرخصش فيه. واحنا دايما لما بنسال على الباب بنسأل عليه كخامة أو كخشب، وبننسى أصلا إن في صنايعي مخصوص هو اللي بيدهن الباب ده، فبننسى دايما تكلفة سعر الدهان، مع إن الدهان ده هو اللي هيخليني أوصل بالباب ده للشكل اللي أنا عايزه. وده اللي بيخلينا نلجأ للحلول التانية، وأولها هو أبواب عمولة برضو، بس بتكون بطبقة HBL. وطبقة ال HBL دي ألواح خشب جاهزة، وفي منها اختيارات كتيرة وأشكال وألوان، أقدر أختار اللي أنا عايزه. ودي بتكون زيها زي الأبواب الطبيعية، بس القشرة اللي في الآخر هي اللي بتكون طبقة ال HBL. يعني برضو أنا بفصل الباب خشب طبيعي كامل، بس في الآخر الطبقة بحط ال HBL، أو النجار يعني اللي بيحط طبقة ال HBL ويكبس الباب عليه، ويكبس اللوح ده على الباب، وبالتالي بيطلع الباب زي الاشكال اللي احنا شايفينها دي بدون اي تدخل من الاستورجي، عشان اللون والشكل يطلع زي ما انا عايزه بالظبط. وده بيكون انسب حل، لان الباب بيطلع معايا زي ما احنا قلنا بنفس الكواليتي بتاعه الخشب الطبيعي من جوه، وفي نفس الوقت دينا شكل وشياكه الابواب الجاهزه اللي هي البي في سي. طيب ده هيخلينا نخش على ثالث نوع من انواع الابواب، وهو البي في سي. ايه هي بقى الابواب البي في سي دي؟ الابواب البي في سي هي بتكون ابواب جاهزه على التركيب على طول، وبيبقى في منها انواع كتيره زي النوع الايطالي او الاوكراني، او في انواع برضو مصري وصيني وتركي، وعلى حسب النوع بتكون الكواليتي والجوده بتاعه الباب بتاعنا. يعني هنلاقي في منها مكبوس على MDF، وفي منها مكبوس على خشب طبيعي. وطبقه البي في سي هي بتكون عباره عن طبقه حاميه، برضو السمك بتاعها بيتراوح من 3 ملي لحد 8 ملي على حسب النوع، او انا جايبها صناعة ايه. ودي بتكون طبقة حماية ضد المية وضد الرطوبة والعوامل الجوية، وبرضو مقاومة عالية للتسوس والحاجات اللي احنا قلناها في مشاكل وعيوب الباب الخشب. وطبعا كل اللي قلناه ده بيدي مميزات للباب البي في سي، بس اهم ميزة بالنسبة لنا ان هو بيبقى جاهز على التركيب، بتشتريه على طول وبيركب لك تاني يوم مهما كان عدد الابواب. فاحنا بنقول ان الباب ده بيبقى جاهز وبيركب على طول بعد ما بتختاره بيوم، فده كده برضو بيدي ميزه للباب البي في سي. احنا زي ما احنا قلنا دي كلها مميزات الابواب البي في سي. من اهم المميزات ان انت زي ما انت بتبقى شايفه في المعرض هيركب عندك في البيت او الفيلا بتاعتك. وبرضو في ميزه من الابواب البي في سي ان بيكون في كاوتش كده لما باجي اقفل الباب، ودي بتخلي الصوت بتاع قفل الباب بسيط او حتى من غير صوت، وده بيخلي برضو ان الباب ما يتخبطش خبطة قوية ويأثر عليه. بعد ما اتكلمنا عن انواع ومميزات الابواب،
هنقول ببساطة كده هنستلم ازاي الابواب من النجار او الشركة اللي هتيجي تركب لي الباب. واستلام الابواب على فكرة بسيط جدا، بس مهم ان احنا نستلمه كويس لان البند ده من اغلى البنود اللي بتركب في الشقة عندنا. خلينا نبقى عارفين ان اول حاجة بتركب هي الحلق بتاعي زي اللي احنا شايفينه في الصور ده، فلازم اتأكد ان عرض الحلق بنفس عرض الجزء اللي هيركب عليه الحلق. وبعد كده النجار بيركب الباب بتاعي. بتأكد بعد ما يخلص تركيب ان الباب بيفتح ويقفل بسهولة من غير اي تزييق في الفتح او القفل. بتأكد اول حاجة من الاوكر بتاعتي راكبة كويس وبتفتح وتقفل زي ما قلنا كويس. بتأكد من الكوالين ان هي بتفتح وتقفل التكات بتاعتها كلها. وبرضو من الحاجات المهمة ان انا ببص على الباب سواء انا جوه الاوضة او بره، وابص على الحرف اللي بين الباب وبين الحلق والاقيه كده بالعين المجردة بسوى واحد وما يكونش منور. ومعنى ان هو يبقى منور ان هو يبقى في جزء بعيد عن الحلق ومن جزء مثلا من تحت قريب من الحلق. اخر حاجة بقى وهي البرور بتاعتي، لازم اتأكد ان البار بتاعي مطبق على الحيطة، ما يبقاش فيه مسافة بينه وبين الحيطة. ولو الحيطة عندي مموجة من المحارة بحط في الجزء ده فوم وبمحرها وبدهن عليها تاني. ومن الحاجات اللي بتديني شكل حلو برضو ان انا بخلي البار بتاعي والبار اللي هو شايفينه في الصور دي اخليه يركب بطول الباب وما اعملش الزاوية 45، اخليه واقف او عمودي كده على الجزء الرأسي زي اللي احنا شايفينه ده. وبكده نكون خلصنا بند الابواب من اول ما اخترنا الباب لحد ما استلمناه ازاي. لو عندكم اي استفسار او اي اسئلة سيبوها لنا وهنرد عليكم في الكومنتات. اشوفكم على خير.